السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا. خبر الساعة هنا في قطر هو أن نادي السد أعلن في تغريدة عن استبعاد لاعب عبد الكريم حسن لاعب المنتخب القطري استبعاد نهائي، وبرر ذلك بأن فكر اللاعب لا يتوافق مع إدارة النادي وتطلعات النادي في الفترة القادمة. ضجت طبعا السوشيال ميديا بهذا الخبر، الكل يعلق ويتداول الخبر، الكل بشوفه من منظوره الخاص. أنا لي منظوري الخاص في الموضوع، خليني أحكي فيه يا إخوان. أنا برأيي الشخصي، وأنا نادرا ما أتكلم بالكرة القطرية إلا إذا كان في موضوع ترند يستحق الواحد يحكي فيه وعنده فيه رأي. أنا برأيي حق نادي السد يفعل ما يشاء. نادي السد كيان رياضي يفعل ما يشاء، وفي عقد بينه وبين اللاعب يقدر يفسخ العقد زي ما بده نادي السد. أنا مشكلتي مع صيغة الخبر. ممكن تحكي استبعاده نهائيا ودع الخبر، أنت نادي في النهاية لك احترامك، أما أنك تنزل السبب بهذا الشكل هذا شيء عمرنا ما شفناه. أي نادي طلع بيان حط هيك بيان إنه بسبب اختلافنا مع فكر اللاعب الذي لا يتوافق. ما بيصير، حرجت اللاعب، قتلته وقتلت كل المحيط اللي حوله. الأمر الآخر يا إخوان في هذه القضية هو كيف تفاعل الجمهور على السوشيال ميديا. والله في ناس محترمين، والله في ناس قدموا رأيهم بكل أدب واحترام، سواء مع فكرة النادي أنهم يستبعدوا عبد الكريم أو مؤيدين للاعب أنه شافوا أن هذا قطع لرزقه وما إلى ذلك. بغض النظر تقديم وجهة نظرك، الأدب في تقديم وجهة نظرك، ولكن في حاجتين تكررت بشكل كثير. واحد، العنصرية المقيتة اللي شفتها، قلة أدب، عقدة نقص، اللي بيتكلم بالأصول وبرجع الآن جاي تتكلم عنه بعد ما قدم لبلده وسوى. الآن اختلفتوا مع عبد الكريم غلط، أنا بقول لك عبد الكريم غلط، بس الآن جاي يتكلم بعنصرية. أنا بعنيني اللي بيتكلم بعنصرية، لاعب الشوم بس، عقدة نقص، فيش دين ولا احترام، إشي مقرف مستفز. رقم واحد العنصرية. اثنين، كلمة عبالك حرب اللي حكاها عبد الكريم، وهي غلطة كبيرة في خضم كأس العالم، بس خلاص ملينا منها. خلاص الكلمة خلاص طغت وانتشرت كثير، صارت مملة. جدول خلصناه، انتهى جدول خلصناه في كأس العالم. اللي عندهم إياها بس بدون ما بتضحك، ما عادت تضحك حتى الكلمة. خلاص عبالك حرب مقرفة، خلاص مش حلوة، مش استخدام، مش حلوة الكلمة، مش حلوة خلاص، مش حلوة. كون أذكى في السوشيال ميديا، اخترع كلمتك الخاصة فيك. ما تاخذ كلمة تشوف كل التعليقات نفسهم بيكتبوا نفس الكلمة وانت بتكتب زيهم بتكتب نفس الكلمة، مستمتع انك بتكتب نفس الكلمة، ما في إبداع. اخترع كلمة خاصة فيك يا أخي، انتقد الموضوع بطريقة أخرى، أما الكلمة اللي تقدر تستخدمها مش جميل.